من نهار المجتمع تصنع من طرف البشريه، القاعده الوحيده اللي كان مبني عليها المجتمع التقدم شنو كتعرف دير، ماشي شنو عندك في عقلك اولا شنو قرايتي. داكشي علاش حاليا وليتي كتشوف واحد مكتسب بزاف ديال المهارات ولكن ما كيعرفش يوظف حتى وحده فيهم، وواحد ما مكتسب حتى مهاره ولكن اللي اكتسبهم غيعرف يستافد منهم. داكشي علاش غنعطيك 5 ديال المهارات خاصك تعلمهم في العشرينيات ديالك، مادام اكثر فئه ديال المشاهدات الفيديوهات ديالي من طرف الدراري اللي بين 18 و 24 عام. ففعلا هاد المهارات اللي غنعطيك يقدروا يزيدوا بك لقدام ويعاونوك باش تحل كاع المشاكل ديالك. فبلا ما نضيع لك وقتك ساج ديك لايك ليتس جو. اول مهاره اللي انا شخصيا كنعتبرها هي اللي داير عليها الفيلم كامل، الديسيبلين اولا بالعربيه الانضباط الذاتي. الديسيبلين هو اللي غيخلي واحد يطلع فورم، هو اللي غيخلي واحد كيصلي صلاته في الوقت وبقيت اموره مع الله، واحد زايد براسو لقدام. انا مثلا حبست واحد 3 سيمانات ماشي على اساس انني مليت، غير هو ما كنتش مآمن بديك الفكره ديال السيلف امبروفمنت وبديت كنفكر في محتوى مختلف، ما بقيتش مضابط مزيان، ما بغيتكش تطيح في نفس الغلط. شوف برو، انضباط مهاره مهمه باش من ديك الحاجه اللي كدير تقدر تجني الثمار ديالك. بغيتك من اليوم تحيد دوك الافكار ديال انا اليوم عيان، لا خليت الغدا، لا حقا اليوم البرد ما مشيتش لاصال. بغيتك تنوض دابا راه غتبقى في المماطره، غتلقى راسك في عام جديد وباقي ما تبدلتيش. عارف راسك كثرت عليكم في هاد المهاره وخرجت على الموضوع، ولكن ضابط برو ضابط. المهاره الثانيه اللي غتعاونك باش تكمل المهاره الاولى هي الانتباه. غتقول لي علاش الانتباه مهاره؟ غنقول لك اياه، الا عرفتي تطورها غتولي احسن مهاره تقدر تعلمها في العشرينيات ديالك. حيد اي حاجه غتشتك على داكشي اللي كدير، اول مشتت اللي هو التليفون. الا كنتي واحد الشخص كيدوز جل الوقت ديالو في انستغرام، تيك توك، السوشيال ميديا كامله، وخصيصا لي فيديو جيمز، مسح كلشي وخلي مصدر واحد ديال التواصل اللي هو واتساب. شوف الا ركزتي في حاجه وحده لمده 5 سنين كيف ما قال هباط في الدوكيومونتير ديالو، الفيديو هذا كيقول بلي واعر على كاليتي مخرج. انا تنضمن لك بلي الا ريحتي ساعه في النهار كتعلم الايديتينغ من هنا 5 سنين غتخرج احسن من الا طبقتي غير هاد 2 مهارات اللي هما الانتباه والانضباط وركزتي غير في حاجه وحده اللي تقدر تجيب لك الفلوس، فاعرف انك غتوصل في حياتك سالينا. ثالث مهاره معنا وهي تنظيم الوقت. راه منين كتفيق في الصباح حتى اللحظه اللي كتبغي تغمض فيها عينك كاين بيناتهم واحد الوقت خاصك تجاريه انت. داكشي علاش من احسن المهارات اللي خاصك تعلمه في العشرينيات ديالك هي كيفاش نجاري الوقت ديالي. ماشي كنقول لك ما تعيش النهار بنهار، ولكن ضروري دير واحد تو دو ليست ودير على الاقل غير 3 الحوايج مهمين خاصك ديرهم في داك النهار. مثلا غنفيق مع 5 غنمشي للجامع وغنمشي للاصال نخدم هاد العضل، ومن غنسالي غنمشي للبلاصه الفلانيه. المهم تستانس بهاد المهاره، راه مهمه بزاف. مهارة اخر واللي خاصك تعلمها هي التعلم. غتقول لي كيفاش نتعلم؟ باش نتعلم مالك على تسطيتي، ولكن ها انت شوف مثلا تعلم شي حاجه اللي غتعود لك بالنفع من هنا لقدام، بحال البروغراماسيون ولا ايديتينغ او السيلف امبروفمنت. المهم شي حاجه في الفريلانس وتجيب لك الفلوس. حيد التفاهه وتعلم مزيان. غتقول لي عاوتاني علاش؟ حيت هي واحد الحاجه غتخليك ديما فايق في حياتك وغتولي تشوف العالم بواحد الطريقه اخرى، حيت العقل ديال واحد فاهم وواعي ماشي بحال واحد راسو خاوي. خامس مهاره اللي تقدر تعلمها او تدخل مزيان راسك هي ضريب تماره. ما كاينش لك ضريب تماره مع واحد كيضرب في كل نهار، بل ضريب تماره مع راسك، انك تبوشي راسك مزيان في لاصال، انك تضرب تماره مزيان في الاونلاين باش تجيب فلوس. والعجز هو اول حاجز. منين كتسول صاحبك علاش مابقيتيش كتمشي لاصال اش غيقول لك؟ العجز. ومن الافكار الغلطه اللي كيخليونا ما نديرو والو ومعكازين هو الدين. ويلي على الدين غيخليك معكاز؟ لا، بل حنا عندنا فكره غلطه في هاد الحوايج. كيقول لك خونا عطا الله، ولكن ما كيشوف داك خونا الفياق اللي فاق، الناس اللي من نعس وتمارين اللي ضرب في ديك الحاجه. برو دير السبب باش الله يكمل لك في داكشي اللي كدير. وتفكر معايا مزيان، ان لم تغير ما بنفسك من عجز وخمول وكسل فلن يغير الله ما بنفسك. ضرب تمار وتوكل على سيدي ربي. في هذا الفيديو عطيتك اهم المهارات اللي خاصك تعلمهم في هذا العام الجديد 2025. ما تنساش لايك ديك سبسكرايب، بغينا نوصلوا ل 1K قبل مثالي هذا العام. نتلاقاو في الفيديو الجاي، وشوف ما تنساش تهلا ليا في راسك.